هي يوسف، اخبار الطلبه على المنصه ايه؟ الحمد لله يا مستر بخير، بس في اجماع اليومين دول من طلاب المحافظات محتاجين حضرتك تنزل تراجع لهم مراجعة زي اللي عملناها في السنتر. السنه اللي فاتت نزلنا الصعيد وكانت ذكريات جميله، الواحد كان ليه ذكريات جميله بصراحه. ناس وحشونا والله. وانا بقلب كده كان طالع لي الفيديو بتاع السنه اللي فاتت. الموضوع النهارده كانت فين؟ احنا لو كده ننزل المنيا واسيوط وسوهاج تاني، ايه رايك؟ والله يا مستر فكرة جميلة جدا والطلاب يفرحوا بيها. يلا بينا. السلام عليكم طلاب الصف الثالث ثانوي حبايبي، عاملين ايه؟ المره دي بقى جايين لطلابنا وحبايبنا اهلنا في الصعيد دفعه 2024. يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. ان شاء الله النهارده جايين باكبر مفاجاه، ان احنا جايين نقول لكم خلاص المؤرخ معاكم في ارض الصعيد. باذن الله نازلين في 3 محافظات: المنيا، اسيوط، سوهاج. نزلنا السنه اللي فاتت والحمد لله ربنا وفقنا سبحانه وتعالى وقدرنا نعمل احسن مراجعه في منطقه او في ال3 محافظات، وده اللي احنا هنكرره السنه دي باذن الله تعالى بالمحاضره اللي بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى ونجاح كبير جدا في القاهره والجيزه عندنا، وقدرنا ان احنا نعمل من اهم المحاضرات المراجعه على الفصل الاول والثاني. وكانت فكره ربط، لا المره دي بقى مش جاي لك محاضره ربط بس، احنا هنراجع الفصل الاول والثاني. ايه هنراجع الفصل الاول والثاني؟ عاملين لك مراجعه مهمه جدا 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 على الفصل الاول والثاني في الوقت اللي هو اصلا انت محتاج تلم فيه. مراجعه هنمسك الفصل الاول والثاني كده بطريقه معينه، وبطريقه الربط بين الاحداث، وبطريقه ان احنا نشغلك على حاجه احنا الحمد لله متميزين بيها، وهي فكره ان انت تجيب الحاجات كلها المتشابهه والمختلفه اللي هنركز عليها. كمان هتبدا تركز على حاجات كتير جدا زي مثلا النظام الاقتصادي في كل الاحوال. هتاخد فكره الدواوين اللي ملخبطاك في المنهج، هنركز على الشخصيات كلها وهنشرحها. احنا عاملين لك محاضره هتظبط لك كل حاجه. طب يا مستر المحاضره ديت عايزين نعرف معلش هي هتبقى في محافظات ايه؟ ان شاء الله هنكون متواجدين في محافظه المنيا الخميس القادم الموافق يوم 14/12 في محافظه سوهاج، وهنبقى متواجدين برضو يوم الجمعه يوم 14 او يوم 15/12 في محافظه اسيوط، ويوم السبت باذن الله تعالى يوم 16/12 في محافظه المنيا. كان نفسنا والله نغطي كل المحافظات، بس صدقني احنا يعني عشان الوقت عشان ننزل لك ونقدر نغطي لك كم كبير جدا، وباذن الله تعالى تكون محقق استفاده. طب المحاضره دي هنراجع فيها يا مستر؟ هنراجع فيها الفصل الاول والثاني. هتستلم حضرتك في الوقت ده ملزمتين. هتستلم ملزمه هي فيها افكار ربط، ديت ملزمه جميله جدا، وهتستلم تاني ملزمه تانيه وهي ملزمه اسئله، بالاضافه الى ان في بوستر كده بجهزه لك هيكون في شويه خرايط على شويه معارك واحداث هيكون مع الملازم ده او مع الملازم دي. بالاضافه يا صديقي ان احنا هنسلمك اكواد للاشتراك معانا على المنصه هديه برضه ليك بمناسبه نزولنا لارض الصعيد. ده حاجات كتير جدا في مفاجآت هتعرفها باذن الله لما تيجي. ان شاء الله ان شاء الله هنحضر لك مفاجآت كبيره جدا معانا باذن الله تعالى، هتقدر توصل للدرجه اللي انت عايزها وهتتعلم حاجات هي بفضل ربنا سبحانه وتعالى هترفع مستواك فوق اي حد. ده اللي انت هتشوفه معانا باذن الله. طب يا مستر حضرتك نقدر نحجز ازاي؟ عشان بس يا جماعه السنه اللي فاتت حصل حاجه والناس زعلت، احنا نزلنا مواعيد وكنا مكتفيين باعداد معينه، فلما نزلنا المواعيد الحجز الصراحه قفل، ولما الحجز قفل الناس جت تطلب مننا واحنا للاسف ما عرفناش نفتحه تاني. فعشان ما تجيش تبقى انت عامل حسابك ان الحجز او ان انت تطول وفي الاخر تلاقي الحجز قفل. طيب الحجز يا مستر متاح من النهارده باذن الله تعالى من ساعه نزول الفيديو، هيبقى موجود على الارقام اللي انا هسيبها لك ده. لو انت حضرتك عايز تتصل او تحجز في محافظه سوهاج لازم تبعت له على الواتساب. تاني يا شباب اهو بوضح، ابعت على الواتساب قول له انا عايز احضر بس حصه مستر احمد عادل المراجعه بتاعه الفصل الاول والثاني من محافظه سوهاج. فالطلبه اللي عايزه تواصل او تحجز على محافظه سوهاج تتواصل على الرقم ده. طلبه اسيوط تتواصل برضو على الرقم اللي ظاهر على الشاشه ده. اما طلبه المنيا تتواصل على الرقم اللي ظاهر على الشاشه ده. طبعا حضرتك بعد ما تتواصل معاهم هتبعت لهم رساله وتقول لهم انا عايز احجز، وهو هيبلغك بكل التفاصيل. استنونا ان احنا كل شويه ننزل لكم فيديوهات هنتابعكم في الاحداث الفتره اللي جايه. ان شاء الله فتحنا باب الحجز عشان خاطر لو الحجز فتح هيتقفل
بسرعه، وانت هتيجي ترجع تقول لنا يا مستر انا ما لحقتش. فحاول بقدر الامكان تلحق تجهز عشان تبقى وسط زمايلك. مستنيكم يا شباب باذن الله، باذن الله هبقى مبسوط وسطيكم. السلام عليكم.